قررت النهارده ان افطر جوزي فطار عادل كده شويه بدل ما كل يوم شاي وسندوتش جبنه. قلت له بقى ايه، معلش انزل كده ما دام احنا صاحيين بدري، انزل هات لنا فول وطعميه. حطيت الطاسه وحطيت فيها الملح والزيت والكمون، وبحب احط معاهم توم باودر، بحب احط عليهم كده شطه وبابريكا. فجاه كده اكتشفت ان انا حطيت ملح كتير جدا وملح مرتين، فشلت الملح. حاولت كده زي ما انتوا شفتوه كده شلت. بعد كده قلبت الدنيا على بعضها، جيت ادوق الكارثه ان اصلا انا حطيت ملح حبه صغيرين وكان مره واحده، وانا اللي افتكرت ان انا حطيت كتير. الصحيان بدري برضو مشكله يا جماعه. فرجعت تاني حطيت ملح ورشيت عليهم شويه شطه كده عشان يبقى حراق كده وسبايسي وجميل. خلص الفول، نحطه على جنب. وكنت حاطه برضو البيض يتسلق، وقلت له طب ثواني بس امسح البوتاجاز ده انا هصور وكده. قال لي لا هاكل دلوقتي. قلت له خلاص ماشي. سخنت العيش بسرعه كده، بس برضو بحركه ذكيه كده ولئيمه. اول ما سخنت العيش شلته على جنب، وشلت الحوامل، نظفت كده البوتاجاز بسرعه قوي كده عشان خاطر ما حدش يقول عليا وهو بيتفرج على الفيديو. ما عارفينها، لا هي كده بسيطه كده لغايه ما رقله هو والمواعين والكارثه المطبخ يعني بالليل. خلصنا كده، شلنا الرد بسرعه 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 بسرعه. وسلقت الحله الخضراء اللي هناك دي اللي كان مسلوق فيها بيضتين، لان هو طلب عايز بيضتين لانه بدا يعمل رجيم. مش عارفه هيعمل رجيم مع اكل انا ازاي، يعني إيه، يلا خلي ربنا معاه. قال لي بقى ايه فطار كده حلو ومن غير عيش كتير. قلت له تمام ماشي. حطيت له الفول وادي البيضتين، بس لازم البيض يعني فلفل اسود. معلش انا عارفه ان في ناس كتير ما بيحبوش بفلفل اسود. وادي الطعميه الخطيره ده طبعا مش ليه عشان هو هيعمل رجيم، لا دي ليا انا بحب الطعميه جدا 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 جدا، وخصوصا مقرمشه. وخيارتين عشان الرجيم يكمل. الفطار ده ناقصه ايه؟